انتوا عارفين ان سمعة الراجل المصري زي الزفت في مصر وبره مصر؟ دخلت جروب كده لطيف شوية. عبارة عن ستات أجنبيات، هم اللي عاملينه. أجنبيات مش لازم يكونوا في الدول الأوروبية، لا، أجنبيات بعيدة عن مصر، هي ممكن يكون كمان دول عربية، يعني مغاربة على توانسة على أمريكان كده، كلهم بيشاركوا تجارب الزواج من زوج مصري. وكانوا بيتكلموا ويقولوا ان لو حصل اي خلاف ما بينك وما بينه، انت ممكن تتطلقي منه، لكن استحالة تقدري تسيبي عيالك. فهو بقى عشان يربطك في البلد، ما تروحيلوش في اي بلد تانية، حتى لو العيال اجانب، حتى لو العيال معاهم جنسيات تانية، بيعمل لك منع من السفر للاولاد. هو من حقه طبعا يمنعك من السفر لو انت ما زلت زوجته، لكن بعد الطلاق بيمنع الاولاد فقط من السفر. طبعا في امهات كتيره استحاله استحاله اسيب عيالي واسافر، فبيقعدك في مصر، وهو بقى بيفضل بقى يروح ويجي ويعمل وانت مش عارفه تعملي حاجه. وعايزه اقول لكم، المنع من السفر اللي هو بيعمله ده بيبقى صعب جدا انه يتشال، بيطلع عينينا حرفيا عشان نشيله. عشان كده بقى نصيحتي ليكم، شبه ما هما بيقولوا ما تتجوزوش مصريه، انا بقول لكم ما تتجوزوش مصري.